السلام عليكم. فيديو اليوم راح نتكلم بيه عن المصطلحات الجديدة اللي صاروا يتداولونها الشباب والبنات بالفترة الأخيرة. طبعا كل بلد بالعالم عنده لغة فصيحة وعنده لغة عامية يتداولها الشعب نفسه بداخل البلد، وتختلف هاي اللغة العامية أهل الجنوب عن الشمال عن الوسط وهكذا. احنا بالعراق حالنا حال الدول، عندنا لهجة عامية خاصة بينا، نسمي الأشياء تسمياتنا الخاصة. هسه قد يكون هاي التسميات إنه تأثرت حكم الظروف اللي مرت على البلد، الأوضاع يعني السياسية على مر العصور بالتاريخ، يعني الغزوات اللي تعرض لها العراق. بس مع ذلك يعني تبقى أنه اللهجة العراقية مميزة ومعروفة، ومسمياتنا خاصة بينا معروفة. يعني هسه حتى لو عراقي عايش خارج العراق ظل عشرات السنين، من يسمع مصطلح عراقي يعني مثل ما يقول هو يكون مميز، يعني راح يعرف هذا المصطلح. اللي صار شنو بالفترة الأخيرة، إنه بعض الشباب والبنات ظلوا يعني بسبب إنه مواقع التواصل، ويعني الناس ظلت يعني واحد يشوف الثاني، ومثل ما يقولون العالم صار قرية صغيرة، ظلوا يستخدمون مصطلحات مو عراقية، خصوصا المصطلحات الخليجية. يعني بدوها أنه مثلا على سبيل المثال، يعني احنا كنا قبل السفرة مثلا نروح سفرة لمكان معين، هاي يسموها كشتة، يروحون للبر يقعدون سفرة. من يعني من فتحنا عيننا على الدنيا هي اسمها سفرة، قالوا لا هاي كشتة. ليش؟ لأنه الخليج اسمها كشتة، فظلوا يقلدون. بالنسبة للبنات تلبس لها دشداشة، ظلت تسميها مخور، هاي مخور. زين، بالليل تسيورا، احنا نقول نسير على أصدقائنا على أقاربنا، نقعد يمهم شوية. التسيورة سموها غبقة، مدري خبقة مدري ما أعرف والله، يعني هاي مصطلحات بعد والله ما تحضرني يعني. هذا طبعا ناهيك عن حتى اللبس ظلوا انهم يقلدون الملابس. الحاصل هذا مو موضوعنا. فعن التسميات، زين، احنا هسه كل بلد بالعالم يعتز باللغة مالته وباللهجة مالته وكل شيء خاص به معتز به، يعني انه يحافظون جيل بعد جيل يحافظون. وبعض الدول حتى تتعصب، يعني انه يقول لك انت تريد تسولف وياي روح اتعلم اللغة مالتي. ما يحكي حتى هو يعرف يحكي مثلا غير لغة، تلقاه مثلا يعرف يحكي انجليزي بس ما يحكي، ما يسولف وياك بالانجليزي، يخليك تنجبر انه تروح تتعلم اللغة مالته وتجي تحكي وياه باللغة مالته. ليش؟ لانه يحترم اللغة مالته ويحترم نفسه ويحترم يعني كل شيء يخص بلده. بس احنا مع الأسف يعني ظلوا يتصورون هذا الشيء هو تطور وانفتاح ومن هالمسميات هاي. ما أعرف شنو علاقة التطور بالمسميات. أريد أفتهم، أريد أشوف أكو ربط بالموضوع، ماكو. بس مع الأسف يعني المفروض الشباب والبنات يكون عندهم وعي، يعني يفتهمون هذا الشيء، يظلون يحافظون على يعني خلينا نقول بصورة عامة، خلينا نسميه تراث، أو يعني خلينا نقول يحافظ على عاداته وتقاليده بصورة عامة.
وبدال ما يعني أنت تروح تتعلم وتغير لسانك على مودهم، ليش ما أنت تعلمهم، أنت تصير لهم قدوة وأنت تعلمهم؟ شنو المانع؟ كافة المؤهلات عندك. أنت تعيش ببلد أقدم حضارة بالعالم وخير من الله، والدول كلها يعني تتمنى أنه يعني عندها هذا الخير اللي عندنا. والدليل أنه يعني الدول تتقاتل على خيراتنا. الحاصل يعني أتمنى أنه من الشباب والبنات يبطلون هاي السوالف. يعني خلي حلو ترى الإنسان يكون عنده شخصية ويفرض نفسه ويحافظ على مبادئه وعاداته وتقاليده وقيمه، مو كل شيء يشوف يقلد وبس. يعني هذا اللي أريد أقوله. إن شاء الله نلتقي بفيديو جديد ونحكي عن موضوع جديد ومختلف. نتمنى لكم التوفيق.